نبدأ بقى نتعرف على الأداة بتاعتنا مع بعض. هي أول حاجة اختصارها حرف البي التقيلة من الكيبورد، ده أولا. لو مش عايز الاختصار تعالى نروح نجيبها فوق التايب تول على طول، هي البن تول، فهندوس عليها ونستعملها. واحنا هنشرح أهم حاجة فيها اللي هي أول أداة فيها. لو دوسنا كليك يمين احنا واقفين على الأداة هتظهر لك كذا أداة تاني جواها، لكن احنا أهم وحدة بالنسبة لنا اللي هي الأداة الأولى. هنبدأ مثلا نكبر الصورة بتاعتنا كده، وبرضه ينفع تمشي بالبن تول بره الصورة، بره حدود الصورة بتاعتك. يعني عملت كده برضه ماشية من بره معايا عادي. أنا كل دوسة بدوسها كليك شمال الأداة بتعمل لي بوينت. قبل ما نبدأ نشرح الأداة هنبدأ نروح نظبط الإعدادات بتاعتها الأول. لو أنت أول مرة بتستعملها هتلاقيها مش متظبطة معاك. هنروح على علامة الترس دي ونعلم على رابر باند ونختار اللون بتاع الخط او لون الخط اللي هو بيعمله. هو ده الديفولت اللي بينزل بيه اللي هو اللون اللبني، وبتختار حجمه لو عايز تخنه اكتر من كده. يعني عملته 5 مثلا، هو اخره 3 كده هيبقى الخط تخين، لكن انا مش بحبه تخين، انا بحبه واحد، بيبقى بالنسبه لي ده احسن كده. الخط رفع لو انتم ملاحظينه. ليه هعلم على رابر باندي؟ عشان كل ما اعمل نقطه يعمل لي خط كده بينهم، عشان انا اشوف نفسي انا ماشي صح ولا لا. لو لغيت الرابر باندي كده مش هيعمل لي خط غير لما ادوس على البوينت الثاني. الخط اللي واصل بين النقطتين ده مش هيظهر الاول، فانا عايز الخط ده يظهر الاول عشان ابقى شايف انا هدوس فين، عشان لما احط النقطه الثانيه ابقى حاططها صح. انا متاكد ان انا حاططها صح. فهدوس على علامه الترس دي واعلم على رابر باند، بيجي كده الخط على طول حر معايا، ماشي معايا مكان ما احرك الماوس ماشي معايا لغايه ما ادوس على البن الثانيه او على النقطه اللي بعديها. هنبدا بقى نعمل مثلا خطوات كده او نقط احنا عايزينها براحتنا.